لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بارزان خوشحالم لوانەی 1256 لەوانەکانی تەفسیری قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان بەم بەستی ڕەزامەندی رب العالمين وهیوادارم ئێوەی ئازیز سوودی لێوە بگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. بەڵە خۆشەویستان و کلەوانەکان ڕابردوو لە ئاەتەکانی پێشووتر خوای گەورە لۆی باس کردین لە دوای ئەوەی ئەو ئافرەتە کەوا یوسف لە ماڵیان گەورە بوو عەلەیهی سڵات وەسەلام کەوا خێزانی عەزیزی میسرە لە دوای ئەوەی کەوا یوسف دەبێتە گەنجێکی جوان و لەوێن دەرێ گەورە دەبی ئیتر ئەو ئافرەتە هەموو جەوەکە مهەیە دەکات لە بۆی کەوا کاری فاحشە لەگەڵ ئەنجام بدە. طبعا یوسف عەلەیهی سڵات وسەلام پەنا دەداتە بەر ئەڵڵا تەعالا و خوای گەورەش دەی پارێزی دەگاتە ئەو ڕادەیە کەوا یوسف لەبەردەستی هەڵدێ و ئەویش بە دوای دادەڕوا و قەمیسەکەی ڕادەشێشی و دەی دڕێنی و هەتا دەگەنە دەرگا لەوێن دەرێ عەزیزی مسر واتە باوەڕێن مێردی ئەو ژنە دەگاتە لای دەرگاکە و لەوێن دەرێ یەکسەر ئەو ئافرەتە کە بەخۆی ئەو کارەی هەوڵدا لەبۆی کەوا ئەنجامی بدا یەکسەر ئیتیهامی یوسف دەکا و دەڵێ سزای ئەو کەسەی چییە کە بێوێتن تەعەدا لە خێزانەکەت بکە مەگەر سزن بکرێ یان ئەوە تا عەزابێکی بە ئێش و ئازار بدرێ. ئیتر لەو حاڵەتەی دیارە شاهێدێک دێتە بێت. طبعا یوسفیش عەلەیهی سڵات وسەلام دیفاع لە خۆی دەکات دەڵێ نەخێر ئەویان محاولەی کارێکی وای لەگەڵە من کردیە و ئەمن نەم کردیە. ئیتر شاهێدێک دێتە بینیان ئەو شاهێدە کە حکم لە نێوانیان دەکا لە خزم و کەسی ئەو ئافرەتەیە کاتێکەوە دەڵێ نیشانەی ئەوەی کەوا خلاف لە نێوان ئەو دووە هەیە ئەگەر بێت و قەمیسەکەی یوسف لە پێشەوە دڕابی ئەوە ئەو ئافرەتە ڕاست دەکا یوسف هەوڵی تەعەدای کردیە لەگەڵ یوسف هەوڵی دا تەعەدا لەو بکە بەڵام ئەگەر قەمیسەکەی لا پشتەوە دڕابیتن ئەوە ئەو ئافرەتە درۆ دەکا یوسف ڕاست دەکا ئەو ئافرەتە محاولەی کردیە. ئیتر لەو ئاتەدا دەفەرمێ فەلەما ڕەئا قەمیسەهو قوودە من دوبر قال ئینەهو من کەیدکن. واتە کاتێکەوە پیاوی ئەو ئافرەتە واتە عەزیزی مسر دیتی قەمیسەکەی یوسف لە لای پشتەوە دڕایە لەو حاڵەتەی لۆ بە دیار کەوت کەوا یوسف ڕازگۆیە عەلەیهی سڵات وسەلام ئینجا ڕوو لە خێزانەکەی خۆی دەکا پێی دەڵێ إنه من كيدكن وإن هذا الكذب الذي ادعيتيه على يوسف من جملة مكركن وحيلكن أيتها النساء. يترقوا بيقود كوا أتو تاوان باري أو دروي كوا ادعاي دكي لسر يوسف عليه الصلاة والسلام يكيك لزمني أو بيلان كيدو مكراني كوا ايوي آفرد ديكن إن كيدكن عظيم. واتهر لدرجة قسكاني عزيز مصر بخيزان كبيدلة إن كيدكن عظيم إن مكركن واحتيالكن أيتها النساء عظيم. بيقومان كيدو بيلانو مكرينجو أي آفرتان زور قورية شديد التأثير في النفوس زور كاريجر لسردلو دروين مقابل. يعني سبحان الله همو كار كان بخوي أنزامي دابو يكسر ليك لحظة كذا قاتا بياوكي هر هموي توجيه يوسف دكاو دي خوي تبري أبكا. إتر وممن اختار أن قائل ذلك وما بعده إلى قول
الخاطئ هو زوج امرأة العزيز كواتا أو مفسراني كوادلين أو قسية كوات توجيه أفرتي ذكره أو أي عزيزي مصر حتى كان دواترش من الخاطئين دلين أو عزيز مرة بخيزانة كي دلي تشينا مفسراني كوادلين أو قول عزيزي مصر أبو حيان وابن كثير وشوكاني ومحمد رشيد رضا والسعدي وابن عاشور وشنقيطي وقيل القائل هو الشاهد هندي شيد كج لغير مفسرانا ضلينا خر شاهدك وكحكم العنوان ده أو ينوايبو آفرتقود أبي حيان ضلي إن كيدكن عظيم ليرد وصفي كيدو مكري آفرتان كراب ويكوا عظيمة قورية وإن كان قد يوجد في الرجال خوغر خل بيوانش هي عيني بيلان ومكري عيني بيوانش هيتيان لأنهن ألطف كيدا بما جبلن عليه وبما تفرغن له كواتا بلام أجر سبياوش هي عيني كيد بيلان ومكري هي بلام آفرتان براستي ورترن كبيانوي شتيتشوا دارجن واكتسب بعضهن من بعض وهروها ليكتريش تفيدبن وهن أنفذ حيلة أوان زياتر دتوانا أو بيلانانا دارجن أبي سعود دلي عميم الخطاب للتنبيه على أن ذلك خلق لهن عريق إن كيدهن عظيم كعام دفن بيدالة خوي قرش نقل كده لما سبحانه وتعالى كوا يان شاهدك يان عزيزي مصر خوي قرش نقل كده وقولي لبمان كواتلو دفن إن كيدكن عظيم بعام لبروي براستيوا خوروشتيكا كتيان دا هي زور بيان خازن دلي كيف وصف كيد النساء بالعظيم ليردا كو يعني كيدي مكري آفرتان بعظيم ليري وصف كراه لكاتك دا كخواي قرد فرمي وخلق الإنسان ضعيفا يخو خواي قرد فرمي بعام إنسان كان ضعيفا أدلو كيد بيلاني آفرتان بعظيم باسكراه وهلا كان مكر الرجال أعظم من مكر النساء باشا يعني مكرو بيلانو بابلين مكري بياوانيش بهستر نيلا مكري آفرتان الجواب أما كون الإنسان خلق ضعيفا فهو بالنسبة إلى خلق ما هو أعظم منه كخلق الملائكة والسماوات والأرض والجبال ونحو ذلك كاتك وأخوائي سبحانه وتعالى فإن وخلق الإنسان ضعيفا نسبة لو أويك ولنا مخلوقات زول لوي قورتلو بهستر هي الإنساني وكو ملائكات وكو أسمان كانوا زوي وكو تيا وأنا هم بهستر الإنساني مقارنة بدروس كراء وكان إنسان بضعيفي دروس كراء أو لويندري وأما عظم كيد النساء ومكرهن في هذا الباب بلام كاليردا وصفي أويدك وإن كيدكن عظيم فهو أعظم من كيد جميع البشر بلام نسبة لنا بشر لنوان بياو آفرت آفرتان مكريان بهسترة لأن لهن من المكر والحيل والكيد في إتمام مرادهن ما لا يقدر على الرجال في هذا الباب كواتب راسي آفرتان أو هندا مكرو أو هندا حيلو أو هندا بيلان يانهي لبو أويك دانوي أنزامي بدن أويك مبستيان بدست بينن لويك فعلا بياو بوشوي ناتواني أو مكرانة دارجي لا أضواء البيان دلي هذه الآيات الكريمة إذا ضمت لها آيات أخرى أو آت أجر آت إشكال قلب باز بكرة حصل بذلك بيان أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان طليب الراستي لود بديار ذكوي بيلان مكر آفرتان بهستر لبيلان شيطانيش والآيات المذكورة يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا لسورة النساء خير دفن بيقومان كيد بيلان الشيطان ضعيفا لا وازع لأن قوله في النساء إن كيدكن عظيم وقوله في الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا يدل على أن كيدهن أعظم من كيده كواتا بيلان كيد مكر آفرتان بهسترلا بيلان كيد مكر الشيطان قن وشيد الله هندق لزانان قديتيان إني أخاف من النساء ما لا أخاف من الشيطان أوندلا مكر آفرتان درسم أوندلا شيطان ناترسم
لبروي خوي قول فرميت درباري الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وهروها درباري أفتان فرميت إن كيد كنا عظيم ولأن الشيطان يوسوس مسارقة لبروي شيطان بنهيني وسوسنا دول درون دكا وهن يواجهن به الرجال بلام أفرد أو بيوي روبرو براستي أو وسوسي لقل دكاو أقر بيو طبعا كيدي خرابي لقل بكاردين لا تفسير آلوسي وتفسير منار ضلي وقيل لا دلالة فيه هندي أو لودو تفسير ضل النخر أو بالقيني لسروي كوا بيلاني آفرتان ومكري آفرتان لي شيطان بهسترا لبروي أدو مقام مختلفة فإن ضعف كيد الشيطان إنما هو في مقابلة كيد الله تعالى لبروي كباس لا إن كيد الشيطان كان ضعيفا لمقام كل سياق آياتانك بازدك كولا مقابل بيلاني الله تعالى كيد الشيطان بيلاني شيطان ضعيفة وعظم كيدهن إنما هو بالنسبة إلى كيد الرجال بلام ليردا كباز لكيدو مكري آفرتان دكا مقارنة نقبة الشيطان بأي بياوان إي آفرتان بهسترة وإنما كيد النسوان بعض كيد الشيطان كواتا ليردا كيد مكري آفرتان بهسترة مقارنة بكيد بيلانو مكري بياوان أقرناب مقابل بالشيطان أصلا أو مكري آفرتان بشيك لا مكري شيطان بشيك لمكري شيطان وقال القنوتي وفي حاشية الخفاجي إن ضعف كيد الشيطان في مقابلة كيد الله وعظم كيدهن بالنسبة للرجال أو ينسي ضلي كاتي كذا قلت لي كيد الشيطان مقابل ببيلان الله تعالى ضعيفة وهروها بيلان ومكري آفرتان مقابل ببياوان بهذا ضلي وهو ليس بشيء نخر أو بهزنية لأنه استدل بظاهر إطلاقهما ومثله مما تنقبض له النفس وتنبسط يكفي فيه ذلك القدر. قال الحفناوي هذا فيما يتعلق بأمر الجماع والشهوة لا عظيم على الإطلاق. كواتلير ذا بوشي وجه ليك درايتو حفناوي ضلي إن كيد كن عظيم زيادة أو أفتك وكيد بيلان دا درجي لبو بابتي أقربيوة قضيي بابرين ليك نزيق بنو بيا وآفرد أنزام بدولة لاني شهوته نقبة مطلقي برهاي كيدوان بهستربي لإبياوان إذ الرجال أعظم منهن في الحيل والمكائد في غير ما يتعلق بالشهوة. عليه بياوان كيدو بيلانيان بهستر برامبر بآفرتان بلام لغير مزال شهوات لغير مزال الشهوات. يتربه الحال إن كيد كنا عظيم وكو رأي أزانان بك نقل ماكر آفرتان كبيان ويشتيق بكن فعلا هولي لوددن بيلان ومكريك بكاردينن وبرامبر ببياوانيك بتايبتيج وكو زور جوان أو رأي أخيري لمزالي شهوته أو بابتانا دتواني سرنجي راب تشيشي وبياوانيش كخواي قرد فرمي وخلق الإنسان ضعيفا عندك لزانا دفرمي بتايبتي برامبر بآفرتان براستي وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي لباشا خوم هيز فتنكم بزينهش ترسناك تربي لسر بياوان لآفرتان كواتب براستي بالتأكيد معنى أولية كوا آفرتان خراب النا أو قابليتين هي بلام خوشردنية هموي أو قابليتي بكاربيني لبو خراب كاري هموي وكو أو خزاني امرأة العزيز بيتن كوا لسورة يوسف باسكنا بلكو آفرتان أوي كوا دين دارة بتقوى لأخوات ترسى بلكو لواني لزوريش لبياوان بدين تربي بتوانا تربي لا إخواي جور سبحانه وتعالى بلو باي برز بيتن وتندين آفرت هلا خزانة كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم بقرأ حتى وكو تندين آفرتي زور باي برز هبوا علماء هبوا لنا أو أمتا حتى كو أو روش إتر آفرتي داوين باكو آفرتي سربرز زورن بلام ليردا بعام وكو طبعك باز ذكرك أجر بيانوي شتيك بكن كيدو بيلانيان بهيزة وكل كذا خواي جور نقلي كردك أو قولي امرأة العزيزة يعني عفوا عزيزي مصر برامبر بخيزانكي يان قولي أو شاهديبو برامبر بو آفرتي كوا فعلا قضيك وكو طبعك باز ذكاتن شردنية هم آفرتي قوابيتن بل كل مقابل إجدا وكوت ما آفرتي زور باي برزو
ڕێک و بە تەقوا و دینداریش هەنە. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.